السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم المتنوع والبسيط مع فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى تنال إعجابكم. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم وفي نفس الوقت غنحضر معكم ميني بسيطلات كيجيو غزالين وكيجيو بنانين. وأهم من هذا الشيء كامل هما الورقة ديال الدار اللي ديجا أنا فاتلي حضرتها معكم. كيجيو مقرمشين ما شاء الله غزالين. كيف ما سمعتوا القرمشه ديالهم كيجيو مقرمشين وغزالين وحتى البنه روعه. المهم كنشكركم بزاف بزاف وكنتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على المكونات. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه عندي هنايا الدجاج، تقريبا هنا عندي 1 كيلو ديال سرد الدجاج. يعني كل واحد ويعمل شحال على حسب افراد الاسره، بغى يعمل بزاف بغى يعمل شويه، المهم على حسب افراد الاسره. عندي هنايا كما قلت لكم كيلو ديال صدر ديال الدجاج مع شويه ديال الابصار، وعندي معلقه ديال السكنجبير ومعلقه ديال الخرقوم وواحد شويه د المليحه، وغادي نزيد واحد العويد ديال القرفه، وغادي نزيد هنايا عندي الربيع مقطع يعني مجمد، وعندي هنا واحد المعلقه ديال السمن، وعندي هنايا جوج د البصلات كبارين يعني مقطعين على هذا الشكل هذا، يعني رقاقين بزاف. يعني ضروري عفوا نقطعوا البصله على هذا الشكل هذا باش منين نجيو نعمروا البسيطلات ديالنا ولا شي حاجه ما تجيناش دوك الطروفه ديال البصله كبارين. صافي بعد ما حركت ديك الشرموله ديالي على هذا الشكل هذا وخليتها تشربات شويه، هنا غادي نزيد شعيرات ديال الزعفران حره، وزدت واحد 2 معالق ديال الزيت نباتيه. صافي غادي نخلط الدجاج مع التوابل كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نعملهم هنايا فوق النار باش يتشحروا ليا كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد هنا غنزيد الماء المهم الماء يغطي لينا الدجاج وصافي باش يطيب لينا، باش مابقاوش نزيدو في الماء بما اننا ما غاديش نطيبهم في الكوكوط. صافي هنايا بعد ما طابوا ليا داك الدجاج زولته خليته يتقطر وشبرت ديك البصله اللي بقات ليا. غنعمل البيض، يعني شوفوا هنايا على حسب الكميه، انا عندي هنايا كميه قليله يعني شاركتها معكم، يعني قليله، يعني ماشي عندي واحد الكميه وفيره باش غادي نعمل، فهمتوا؟ يعني عندي مثلا 2 البيضات صافي. هنايا هذه هي الورقه اللي شاركت معكم، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنايا كنجبروا الجهه اللي هي حرشه كنعملوها هي الفوقيه، واللي ملسه كنعملوها هي التحتيه. صافي على هذا الشكل هذا نجيبوا شي حاجه اللي غادي يعمل لنا ديك الدائره معوطه، وهنا غادي نجبروا واحد الطريف، عاود نجبروا واحد الورقه غنقسموها على 4 ونعملوها الوسط، حيتاش هنايا ما غاديش نكثروا الورقه باش ما تجيناش الورقه عاود بزاف. صافي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره. وصافي وغادي نبداو نعملوا الحشوه ديالنا. اول حاجه كنعملوا الدجاج كيف ما كتشوفوا، وغادي نعملوا اللوز اللي سلقته وقليته وطحنته على هذا الشكل هذا مع شويه ديال السكر. اللي ما كتعجبوش الحلاوه بامكانه يستغنى على السكر ويعمل يعني يخليها الملح وصافي. هنايا داك البيض اللي عملت مع ديك الدغميره اللي بقات ليا ديال الدجاج على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نبدا نجمع في الوريقه ديالي، يعني كتخدمي بها يعني ما كتطرطاق ما كتقطع ما حتى شي حاجه، نتوما كتشوفوا يعني بعينيكم. صافي هنايا هذه هي البسيطله ديالي الاوليه عملناها، يعني ما كثرناش فيها الورقه باش ما تجيناش البسطيله عامره غير بالورقه ولا البريوات عامرين غير بالورقه. انا ما تعجبونيش بحال هكاك، يعني كاين اللي كيعمل الاوليه والثانيه، المهم كل واحد وشنو كيعجبو. وصافي كنستمر على هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره، يعني شويه ديال الدجاج مع شويه ديال اللوز اللي كما قلت لكم سلقته وقليته في الزيت مع شويه ديال البيض وديك الدغميره. صافي كنطوي
الورقه ديالي، وإلا جاتكم غليظه بامكانكم تقطعوها بالمقص. صافي كنستمر كيف ما كتشوفوا في الصوره، كيجيو بنانين وكيجيو يعني دغيا كيوجدوا معاك. يعني بالنسبه للورقه راه خصك طيبي هذا الحشوه هي الاوليه كتخليها، وديك الساعه كتكوني نتينا مخلطه العجين ديال الورقه. يعني صافي، يعني الحشوه كتقطر وفي نفس الوقت كتبرد، وانتينا كطيب في الورقه ديالك. ما كتجي تكمل الورقه حتى كتلقاي اخرين بردو، صافي كتبدا كتجمع. يعني ساهله، يعني ما كتاخذش منا واحد الوقت بزاف، ولا نبقاو نفكروا خصنا نمشيو نجيبوا الورقه خصنا. يعني اللي كيعمل لينا هنا كيعمل لينا هذا الشغل ياخر حداه. يعني كتجي الورقه رائعه البنات، يعني ما تخافوش منها تقولوا غتقطع لا غتطرطق لا هذه. يعني الواحد يجرب، يعني ما تخليهاش. يعني بالنسبه للطيب خليه هو اللي يخاف منك، ماشي نتينا كتخاف منه. كما كنقول لكم دائما، هنا بعد ما طويت البسيطلات ديالي كاملين كيف ما كتشوفوا في الصوره، صافي غادي ندهنهم هنايا بشويه ديال السمينه ولا ديال الزبده، وندخلهم للفران كيف ما كتشوفوا، وكنخرجهم على هذا الشكل، وكنزينهم. النص زينته عفوا باللوز ايفيلي، والنص الاخر عملت له شويه القرفه وشويه السكر كلاصي. بالنسبه للتزيين كيبقى حسب الذوق كل واحد ويعمل باش ما بقى. صافي هذه هي الوصفه ديال اليوم ان شاء الله، كنتمنىها تعجبكم. واللي وصل معايا الفيديو حتى لهنايا ما يبخلش عليا بواحد اللايك ويشترك في القناه الا ما كانش مشترك باش يتوصل بكل جديد، وخليوا لي تعليق محفز يزيد يحفزني باش نزيد نشارك معكم الوصفات البسيطه اللي كنعمل في داري مع وليداتي. وهذا مكان اخوتي كيف ما كتشوفوا، هادو هما البسيطلات. كيجيو مقرمشين وحتى البنه رائعه، وما كيجيوش معمرين غير بالورقه. يعني بالعكس كيجيو معمرين بالحشوه اكثر من الورقه. يعني ملي كتكون لا بريوات ولا اي حاجه فيها الورقه، من الاحسن تكون الحشوه غالبه على الورقه، ماشي تجي كتبدا نتينا كتاكل ونتينا كتزور غير في الورقه. انا غنقطع معكم وحده باش تشوفوها كيف جات من الداخل وتسمعوا القرمشه ديال الورقه. كيف ما شفتوا اخوتي كتجي لذيذه وكتجي من الداخل مدغمره، وكتجي كامله عامره بالحشوه، يعني ما كتجيش عامره كامله بالورقه. وهنا يا اخوتي وصلنا لاخر الفيديو، ما بقى عليا الا نودعكم الى اللقاء الى وصفه قادمه. بسلام عليكم.